السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بسجل حلقة الكيروسين شفت حلقة للدكتور كريم علي، حد كان منزلها والله العظيم ثلاثة أقسم بالله زعلت جدا جدا جدا. لقيت في حد رافع حلقة بيقول الدكتور كريم محتجز في السعودية، محتجز مش عارف يخرج. قسما بالله شفت له فيديو والله العظيم صعب عليا جدا جدا، ويقول إيه أنا عيد ميلادي 46 تقريبا وللظروف أنا يعني إيه مقضيه في السعودية. تمت 46 والظروف تجعلني أقضي في المملكة العربية السعودية. خذوا ضريبة النجاح، تعالوا خدوا النجاح والشغل. هو طبعا يعني السعوديه بلد جميله وبلاد الحرمين وحاجه جميله جدا وكلنا نفسنا نروح. للاسف انت لو يعني لو في مكان نعيم ومحبوس فيه ما بتحسش بالحريه والله العظيم، وقسما بالله ابكى قلبي. يعني انا زعلت وقلقت، يعني زعلت وقلقت. والاستاذ محمد الكيلاني الباحث الجميل المحترم برضه لقيت القناه عنده اتقفلت، فانا اتخضيت. مش عارف بقى هيعدموني انا ولا ايه، مش عارف ايه اللي هيحصل. فربك يستر. بس لكن والله العظيم قسما بالله اداء الدكتور كريم قطع قلبي والله قسما بالله. في النهايه مهما عمل هو الراجل كان محارب من المحاربين، يعني محارب وبيعمل خير بغض النظر هو بيكسب مش بيكسب، دي قصه تانيه لوحدها، لكن بيفيد افاد، يعني فاد ناس كتير قوي قوي. فالواحد بيزعل على حاجه زي كده. في بقى ناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلوبها سودة بيفرحوا في المصايب، وفضلوا ينبروا وينخوروا ورا الراجل لما الدنيا خربت. رب اعوذ بالله من الشيطان، يعني اعوذ بالله منهم، وربنا يجعل كيدهم في نحورهم. في حياه كل فارس كبوات. ده طبيعي والحمد لله. يعني هو قاعد في بلد جميله ومقلبص شويه كده. انا حسيت ان هو يعني ايه قلبص شويه كده، مش عارف ليه، مش عارف اللي في السعوديه بياكلوه ايه. بس والله العظيم والله صعب عليا، انا زعلت والله العظيم زعلت. بس قلت الحمد لله، يعني قضى اخف من قضى. يعني هو برضو مش ايه، مش في حبس، وقاعد في السعوديه وقاعد في وسط اهلنا واخواتنا هناك وحبايبنا هناك برضو. والدكتور عمر الجهيمي يعني ما شاء الله عليه، يعني ما يعني برضه مرافقه معاه على طول، فطبعا دي حاجه كويسه. يعني ما فهو اخونا في الاول وفي الاخر. وادعوا له ربنا يفك اسره يا رب ويرجع تاني لبيته والبنت والاهل والحبايب. الحاجات دي مش حلوه، الواحد ما يرضاش على اي حد، مش دكتور كريم فقط. الاذى للناس احنا ما نحبوش، لا لينا ولا لغيرنا. وعلى غرار هذا الحدث هضطر قريبا ممكن احذف كل فيديوهاتي، احذفها. دي حاجه. الحاجه الثانيه هنزل لكم لينك جروب التليجرام. ارجو من حضراتكم كلنا كده كلكم هتتحولوا، هنروح على قناه التليجرام، هسيب لينكها في صندوق الوصف. هتبقى جروب كنوز طبيه، هتشتركوا عليه هتبقوا موجودين. فضلنا هنا ماشي، حصل حاجه واتحذفت يبقى احنا عارفين هنلاقي بعض فين. دي حاجه. ادخلوا بقى عليه، نزلوا انتوا بقى اللي تنزلوه، يعني تنزلوا حلقات تفيدوا بعض، اعملوا الكلام ده. وبحيث انا لما نتوه من بعض واحب نجيب بعض، عارف الاقيكم فيه. قاعده كده للحبايب مع بعض، كل اي حد عنده حاجه مفيده يفيد بيها غيره على الجروب ده. الجروب ده ان شاء الله يبقى اول حاجه بتاعتنا اللي احنا ايه، يا ريتنا كنا عملناه من زمان لكن للاسف. فمهم جدا ندعم بعض الايام دي بالشير والكلام ده. عايزين نزق زقه كده ونخش على التليجرام بحيث يبقى احنا عاملين حساباتنا هنروح من بعض فين، لان وارد اغير المحتوى، اسيب اليوتيوب، اسيب اي حاجه، لان حقيقي في اوضاع مش لطيفه. شكرا لكم، دعواتكم. السلام عليكم.